في حقيقة الأمر أنا حضرت من أمريكا، ولاية ميشيغان الأمريكية، إلى قطر لدعم قطر في المونديال. المونديال رائع في كل المقاييس، بالتنظيم، بالإعلام، بالملاعب، بالمترو، بالخدمات، في كل الإمكانيات متاحة للمواطن العادي والإعلامي والزائر والسائح. الكل متوفرة إلى كل الإمكانيات السهلة والسلسة للاستمتاع في هذا المونديال في قطر 2022. حقيقة التسهيلات المقدمة للإعلاميين مبرمجة بشكل رائع، وكل شخص مخصص إلى كل الإجراءات اللي يحتاجها من وسائل التنظيم، زائدا وسائل الإذاعة والأجهزة اللي يحتاجوها الإعلاميين في كل الملاعب وفي كل الأماكن. صراحة نسخة للتاريخ، نسخة تاريخية بجميع المواصفات، سواء من ناحية التنظيم الذي كان خرافي بشهادة الجميع، كل من جاء إلى هنا سواء من دول من أوروبا، من أمريكا اللاتينية، من إفريقيا، عرب، الجميع أشاد بما قدمته دولة قطر. والجملة التي كانت مشهورة منذ البداية حتى النهاية هي شكرا قطر، شكرا قطر، شكرا قطر. التسهيلات المقدمة للصحفيين كيف شفتها؟ التسهيلات كانت رائعة، غطينا بطولات كثيرة هنا في قطر، ولكن التسهيلات حتى في كأس العالم كانت رائعة جدا. الخروج بطريقة سلسة، الدخول بطريقة سلسة، الإعلامي بمختلف جنسياتهم يمارسون مهنتهم في ظروف رائعة جدا، وهذا بشهادة الجميع، ليس فقط بشهادة الصحافة المتواجدة هنا بس في قطر، ولكن بشهادة حتى الصحافة الأجنبية التي أشادت كثيرا بذلك. والله واكبنا المونديال قبل بداياته، وتابعنا مجموعة من المنتخبات ومجموعة من الإنجازات التي تحققت في هذا المونديال، خاصة إنجاز المنتخب المغربي. وبطبيعة الحال هذا لا يحجب الكأس التاريخية التي حققها أخيرا المنتخب الأرجنتيني، والتي أنصفت كرويا النجم ليونيل ميسي. كيف شفت التسهيلات المقدمة للصحفيين؟ التسهيلات، أنا غطيت مجموعة من الفعاليات الرياضية
حصلنا في الدوحة على كل التسهيلات التي يمكن منحها للإعلاميين سواء في مركز الإعلام أو حتى في الملاعب، رغم كبرها ورغم الأعداد الكبيرة من الجماهير والإعلاميين. تمكنا الحمد لله وبفضل جهود الدولة المضيفة قطر من ممارسة وإنجاز مهامنا بكل احترافية. نستطيع أن نقول هذه البطولة هي أفضل بطولة على مر التاريخ؟ أعتقد أننا يعني لا نجانب الصواب إذا قلنا ذلك. هي أفضل بطولة على مر التاريخ، وقطر وضعت سقف التحدي عاليا. استخدام التكنولوجيا بالبطولة، تكنولوجيا وتقنية رائعة لا مثيل لها، يعني قمة في الإمكانية العالية في التكنولوجيا الحديثة اللي استخدمتها قطر في هذا المونديال. شو شفت أيقونة البطولة لعيب؟ هذا شيء رائع، وخاصة اللي المشجعين دي يعني مشتريه ودي يلبسوه بشكل كثير، وحاليا يعني الأطفال مستمتعين به بشكل رائع بدرجة عالية. العروض المصاحبة للمونديال كيف شفتها؟ مثل ايش؟ مثل العروض اللي كانت في قطر الحقيقة الأمر يعني ما نعرف، كنا نتمنى أنه اليوم يكون 48 ساعة بدلا 24 حتى نلحق على كل العروض اللي قدمها قطر من احتفالات، من مناسبات، من في كل المناطق اللي جرت عليها المباريات في قطر.
المبادرة اللي عملتها؟ في حقيقة الأمر أنا جيت يعني هذه زيارتي المرة الثانية إلى قطر. المرة الأولى كان في 2011 في الدورة العربية اللي قيمت في قطر، حضرتها، والآن حضرت إلى قطر المرة الثانية سنة 2022. 11 سنة فرق بين البطولة العربية وبطولة العالم. حقيقة الفرق شاسع جدا. شيء واحد أقدر أقوله بين قوسين، بأنه باللغة الإنجليزية يسموه unbelievable، يعني شيء لا يصدق. ما عملته قطر شيء لا يصدق. بطولة قمة في الامتياز، عالية الجودة في كل المقاييس. احنا كجالية عراقية بالأساس وعربية في ولاية ميشيغان الأمريكية، يطلع عدد نفوسنا ما يقارب بين 4 إلى 5 مليون. العراقيين اللي فيها حوالي 3 مليون. وعندنا عرب وعراقيين أيضا في ولاية أوهايو وشيكاغو وكاليفورنيا، بالإضافة إلى هذه بنسب عالية، لكن بالإضافة المدن الأخرى في أمريكا بالنسب أقل. احنا قمنا بعمل مجلة بشكل شخصي وجهود شخصية دعما لقطر في هذا المونديال. هذه المجلة عملناها 3 أشخاص، احنا أنا وأخ نظير زوما وأخ ريموند، هو ناجير الأصل أمريكي الجنسية، عايشين في ولاية ميشيغان، دعما لقطر. هذه المجلة إذا نصفحها، الصفحة الأولى تتوسط بها صورة سمو الأمير تميم، والصفحة الثانية موجود فيها مجاميع الفرق اللي شاركت في البطولة. بعدها الفرق المشاركة في البطولة وصورهم والرياضيين واللاعبين. في وسط المجلة موجود هنا المجاميع والنتائج اللي الفرق اللي فازت وخسرت إلى المباراة النهائية. هذه تحتفظ بها للمستقبل، للذكرى، بأن في بطولة العالم يعني ما هي النتائج اللي وصلت إليها. في نهاية الصفحات الملاعب التي قطر شيدتها بالإمكانية العالية والأناقة والجمال والشكل الرائع. هذه المجلة عملناها بجهود شخصية. تم توزيع حوالي 3000 نسخة منها في ولاية ميشيغان الأمريكية. أرسلنا أيضا 50 نسخة لكل سفارة من السفارات الدول اللي شاركت في بطولة العالم، من ضمنها سفارة دولة قطر في أمريكا، حتى نعلمهم بالإنجاز اللي احنا قمنا به دعما لقطر. احنا بصدد نمد جسور العلاقات مع دولة قطر كعراقيين أولا وكناس عايشين في ولاية أمريكا، لأنه بطولة 2026 راح تكون في أمريكا، وإن شاء الله في حالة ترشح المنتخب القطري في أمريكا احنا راح نكون أول الداعمين له كعرب أولا وكعراقيين في المهجر. نكون أول الداعمين لدولة قطر، وإن شاء الله نتمنى الفريق العراقي أيضا يترشح حتى ندعم الفريقين بنفس الوقت. رسالة توجهها للي كانوا وراء نجاح هذه البطولة؟ أقول لهم إلى الأمام، ودائما نفتخر بما قامت بقطر، ونتمنى من كل الدول العربية أن تحذو نفس الحذو اللي قامت به قطر، ويقومون بنفس الإنجازات، وإن شاء الله ينظمون بطولات في أعلى المستويات. تحية وتقدير لهم، نتمنى لهم الموفقية والنجاح.
Iran. Who will score? Of course, Iran. I think Tarmi? في حقيقة الأمر نحن يعني احنا بصدد أن نقدم فيلم وثائقي. نريد أن نعمل فيلم وثائقي نتحدث به عن قطر، الماضي الحاضر والمستقبل. الماضي احنا عندنا معلومات عنه، الحاضر بدنا نعمل دوكيومنتري عنه. المستقبل نحن بحاجة إلى أن نلتقي مع بعض السادة المسؤولين حتى نوصل إلى ناخذ منهم آرائهم بخصوص المستقبل. يعني ما بعد كأس العالم ماذا ستعمل قطر؟ ماذا ستعمل بكل هذه المنشآت اللي بنتها؟ ماذا ستعمل بكل هذه الفنادق اللي شيدتها؟ ماذا ستعمل قطر مستقبلا؟ ما هو هدفها قطر؟ ما هي نظرة قطر إلى 2030؟ هل قطر ستتوجه إلى جانب السياحة مع الرياضة مستقبلا؟ هل ستقوم باستثمارات قطر مستقبليا؟ هذه أسئلة كثيرة احنا بصدد أن نسألها للسادة المسؤولين، ونتمنى أنه نوصل لهؤلاء المسؤولين حتى نحصل على إجابة مستقبلية نتمكن من أن نكمل هذا الفيلم الوثائقي اللي يحدث عن قطر. والفائدة منه أنه ندعم قطر مستقبلا، ربما تكون قطر سياحيا مثل ما الناس تروح إلى دبي كسياحة، بإمكانها أن تجي إلى قطر كسياحة بجانب الرياضة، لأن كل مقومات قطر عندها كل مقومات السياحة، اللي عندها الفنادق، عندها المي، عندها المطاعم، عندهم المول، عندهم المترو، عندهم كل المقومات اللي تساعد في السياحة اللي يحتاجها السائح لأن يجي، بالإضافة إلى المنتجعات اللي بنوها، الأماكن الجميلة على النهر، البنايات الجميلة، السيتي سنتر. قطر أصبحت جميلة جدا بالوقت الحالي. هذا ما نريد احنا نوصله من خلال تكملة هذا الفيلم، وبإمكاننا أن نعرضه في أمريكا وكندا وبورتوريكو وكل الدول أمريكا الجنوبية، حتى المواطن في هذه المناطق البعيدة يكون عنده معلومات عن قطر وعن السياحة بجانب الرياضة، بإمكانهم أن يجون السواح وتستفاد قطر مستقبلا من كل هذه الأمور. Well, I give you this T-shirt, the World Cup T-shirt. Thank you very much. Thank you, Pablo. We are the champion, and it's a present for you. Oh, thank you. I really appreciate it, Pablo. Thank you. Thank you very much. Thank you. You're welcome. You're welcome.
Thank you very much. You have to support for Argentina. Of course. Every time. Of course, Argentina Okay. is my team. Thank you, brother. You're Thank you welcome. very much. You're welcome. Thank you. Eres mentirosa, traicionera, y yo te digo sí, verdad, verdad. Tú me abandonaste con un pero. Ojalá te vayas al infierno. Hay un aplauso bien fuerte de todos ustedes, para todos ustedes, bailando los pibes, bailando los pibes, bailando los pibes. Va, 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 va. Escucha. Vamos a.